السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل كفته بقى، حاجه كده سهله وبسيطه وسريعه وما شاء الله عليها، مش هتكملي 10 دقايق وهتكوني عملتيها وخلصتي وما وقفتيش في المطبخ كتير. هنعملها جنب شويه مكرونه او شويه رز او بالعيش كده، وحديها كده وجنبيهم شويه سلطه او اي حاجه، شويه طحينه. يعني عايزه اقول لكم اكله بسيطه وسهله وسريعه، وكمان مش هتبقى ايه مكلفة، ولا هنطلب منك طلبات كتيرة تضيفيها عليها. بجد بسيطة جدا وسهلة، والطعم لا يقاوم. ما شاء الله، يعني سريعة وسهلة وبسيطة. طبعا احنا كده ايه يعني ممكن نعملها كور زي ما انتم شايفين، وممكن نعملها كمان صوابع. يعني عايزة اقول لكم سهلة جدا. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجة معايا نص كيلو من اللحمة مفرومة. طبعا تقدري تزودي الكمية على حسب ما انت محبة، او تقللي زي ما انت محبة. وعندي هنا بقدونس. اول حاجة هبتدي انزل البقدونس، يعني عود كده من البقدونس، هنشيل بس الاطراف الناشفة دي. وعندي بصلتين، وضفت عليهم فلفلة خضراء وضربتهم في الكبة. وعندي معلقتين بقسماط. وهبتدي بقى اقلب كل الكلام ده مع بعضيه كده. هدعكه كويس جدا بايدي عادي، طبعا الواحد ايده نظيفه طول ما بيعمل اي حاجه في المطبخ واي حاجه في الاكل. تمام. وهنضيف بقى التوابل دلوقتي. يلا نشوف هنحط ايه دلوقتي مع بعض. من التوابل هنا فلفل اسود، رشه فلفل اسود، ورشه كزبره صغيره ناعمه. وهنحط كمان ده جوز الطيب. تمام. طبعا بيبقى حلو قوي في الكفته. وعايزه اقول لكم يعني شويه قرفه صغيرين، اي توابل موجوده عندكم وانتوا بتحبوا تضيفيها اضيفيها. انا رشيت ايه، رشه شطه صغيره خالص. وهنا كمون. تمام. وكمان هضيف ملح. يعني طبعا ما تكتريش ملح عشان الكفته بتاعتنا ما تحدقش. تمام، هي رشه كده بسيطه. وهضيف كمان حبهان مطحون. يعني عايزه اقول لكم التوابل دي اختياري، الحاجه اللي انت حابه تضيفيها في الكفته وهتحسي ان هي هتديكي طعم حلو، ضيفي التوابل زي ما انت محبه. تمام. وهنا عندي معلقه الدهن، دي دهن ضاني، هيخلي طعم الكفته بقى وطريه كده ودسمه وطعمها حلو. عايزه اقول لكم ما هتكونش ناشفه، وكمان هتدي طعم حلو قوي، وتكون فيها طراوة كده. زي ما انتوا عارفين الكفتة بتبقى حلوة قوي لما يتضاف عليها كمان شوية دهنة كده ضاني، بتبقى طعمها حلو قوي. وكبسي بقى فيها وقلبي ودعكيها كده بايديكي، وجيبيها من فوق لتحت لحد ما كلها تتجانس مع بعضيها. تمام. شايفين بقى المكونات بتاعتها سهلة وبسيطة ازاي؟ بجد الريحة كانت جامدة قوي واحنا بنعملها. شايفين بقى متماسكة وزي الفل والله. ما شاء الله، والطعم حلو قوي. طبعا انا همسكها كده وهكورها. انا حبيت المره دي اعملها كور مدوره. لو انت حابه تعمليها صوابع طويله اعملي. لو انت حابه تعمليها كمان في سياخ كده وتحطيها في الصينيه، اعملي براحتك. يعني شوفي اللي انت حابه تعمليه، بس انا حبيت بقى اخليها مختلفه شويه المره دي، واعملها كور زي ما انتم ما شايفين كده بالشكل ده. تمام. وانا كمان ضفت عليها اضافه، يعني هتخليها طعمها طري كمان اكتر. يعني هنضيف كمان عليها طماطم. تمام. طبعا انت برضو لو حابة تعمليها ني في ني كده او تدخليها في الفرن شوية، بالظبط زي ما انت ما يعجبك وزي ما يريحك. بصي كله بصراحة، اللي انت حابة تعمليه وحابة تجددي في بيتك وفي اكلك، اعملي اللي انت عايزاه. بقيت بالشكل ده وعملت الكمية بتاعتي. كانت بالشكل ده، وكان غدا بسيط وسهل جدا وسريع. تمام. بقت بالشكل ده كور بقى شكلها جميل جدا ومتماسكة وسهلة. وعندي بقى ضربت طماطم في الخلاط، يعني 3 طماطمات كده او 4 في الخلاط، وابتديت بقى نزلت عليهم على الكفتة بتاعتي. وهسيبها بقى، ممكن تضيفي كمان شوية دهن او سمنة او شوية زيت. تمام. وهسيبها بقى تستوي براحتها لحد بس ما الطماطم دي تنشف منها كده وتكون اتسبكت وخلاص. تعالوا بقى هوريها لكم بعد ما كانت ايه خلصت كده. سبتها زي ما قلت لكم تستوي. شايفين بقى عامله ازاي؟ ما شاء الله، خلاص كده استوت وبقت خلاص جاهزه للتقديم.
شايفين بقى جميلة ازاي، والريحة بقى والطعم ما شاء الله الله اكبر. كور جامدة ومتماسكة وحلوة وفي نفس الوقت طرية. الله اكبر. حبايبي ما تنسوش اللايك للقناة وفعلوا تنبيهات الجرس، واعملوا اشتراك، وكمان كومنت حلو من عندكم. وتابعوني بقى في الفيديوهات اللي انا بنزلها على طول، وخدوا جولة على القناة وشيروا الفيديو لكل اللي بتحبوه. هو طريقة سهلة وبسيطة، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا في اي حاجة او اي معلومة بسيطة وسهلة. يا رب يا رب يكون عجبكم الفيديو. ومع السلامة يا حبايبي في فيديو جديد.